العلبة دي ما فيهاش فيه، بس فيها موبايل فئة متوسطة بمواصفات فلاج شيب. فهل شاومي ريدمي نوت 14 برو بلس يستحق الشراء ولا لا؟ أول حاجة هنتكلم عليها هي التصميم اللي جاي بشكل مختلف تماما عن الجيل اللي فات، واهتمام واضح من شاومي بالخامات بظهر من الإزاز وفريم من الألمنيوم هيخلي ماسكة الموبايل فخمة جدا. وعندك كمان مقاومة مية بمعيار IP68 وطبقة حماية على الظهر كورنينج جوريلا جلاس 7 اي، وعلى الشاشة فيكتوس 2. وبالمناسبة الشاشة بتيجي هنا 6.7 بوصة 1.5K كريستال ريز بسطوع 3000 نتس و120 هرتز ريفريش ريت، وعندك كمان دولبي فيجن وصوت دولبي اتموس، وده هيديك تجربة سينمائية في المشاهدة. ولو على الألعاب فما تقلقش لأنك هتاخد معالج كوالكوم سناب دراجون 7S جين 3، والمعالج ده هيخليك تلعب كل الالعاب التقيله على اعلى اعدادات ومفيش سخونيه مع اعلى نظام تبريد مطور. ورامات 12 جيجا، وعندك نسختين من الذاكره 256 و512. كاميرا اساسيه 200 ميجا بكسل مع مثبت بصري OIS، وده طبعا معناه صور بتفاصيل خرافيه الصبح او بالليل. وكاميرا السيلفي 20 ميجا بكسل بتديك صور نقيه جدا، وده غير خدمات الذكاء الاصطناعي اللي بقت مسيطره في السوفت وير كله. واخيرا بطاريه 5110 ملي امبير هتتشحن من 0 ل 100% في 22 دقيقه، وده بالشاحن ال 120 واط اللي بيجي لك مع الموبايل في العلبه. فلو عاوز تعرف السعر وتفاصيل اكتر سيب لي كومنت هبعت لك كل التفاصيل.